السلام عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مشوية من غير فرن ولا شواية، وبطريقة اللهم بارك جميلة جدا. متأكدة انك هتعمليها وتقوليلي ايه رأيك في الكومنتات. يلا بينا نبدأ الوصفة، وما تنسيش تكملي معايا الفيديو للآخر وحط اللايك الجميل بتاعك. ويلا بينا يا حبيبة قلبي نبدأ الوصفة. اول حاجة طبعا هننقع الفراخ. معايا بولة حطيت فيها مية ومعلقة كبيرة من الملح، معلقة طحينة. طبعا الطحينة بتمنع الزفارة، جربيها على ضمانتي. وهندي تقليبة كده، هندوب الطحينة كويس. وبعد كده معايا ليمونية كبيرة، طبعا هنحط القشر بتاعها مش هنرميه. وورقتين من اللورة. وكنت غاسلة الفراخ كويس وقطعتها 8 قطع. الوصفة دي هتحتاج ان احنا نقطع الفراخ قطع زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بدأت اللي انا احطها في محلول النقع، وهنبدأ في الوصفة. انا اسفة ان الحتة دي ما اتصورتش جدا عشان الكاميرا كانت قفلت. علبة زبادي صغيرة ومعلقة صلصة ومعلقة خل واربع معالق من الزيت او ما يعادل ربع كوباية زيت. ما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت جميل زيكم عشان يوصل لكم مني ان شاء الله كل جديد. بهارات عبارة عن بودرة بصل، معلقة صغيرة، معلقة بودرة ثوم، معلقة فلفل، كمون اسفة، ومعلقة فلفل، معلقة بهارات فراخ مشوية، ومعلقتين صغيرين من البابريكا، ومعلقة 7 بهارات صغيرة مش نكتر. وبعد كده الملح، طبعا الملح حسب الرغبة. وهبدأ اللي انا اقلب المكونات كلها مع بعضها. وكمان حطيت ليمونة بس تقريبا ما اتصورتش معايا، يعني سوري، كمان ليمونة مع الخلطة ديت. وهبدأ اللي انا اقلبها كويس جدا. وهنا ما شاء الله هركنها بقى على جنب على ما اشطف الفراخ كويس. شايفين ما شاء الله الفراخ بقى لونها عامل ازاي. وهنا شطفت الفراخ كويس وصفيتها. وشيلت طبعا، واحنا بننضفها لازم نشيل الحتة اللي هي في الورك ديت عشان بيبقى فيها زفارة جامدة جدا. وهبدأ اللي انا احط الفراخ كده وادمجها بالمكونات كويس جدا. التتبيلة علشان تطلع كلها فيها تتبيلة هتدعكيها كويس جدا. وطبعا بتبقى مفتحاها بالسكينة حاجة بسيطة جدا عشان برضو التتبيلة تدخل فيها كده. ايه رأيكم؟ استنوا معايا لاخر الفيديو، بجد الوصفة جميلة جدا وهتعجبكم، وطريقة سهلة وسريعة وجديدة كمان، والطعم اللهم بارك حكاية. لازم تعمليها زي ما احنا شايفين كده مع بعض. انا مبطئه الفيديو وسايباه على يعني زي ما عملتها معاكم علشان تستفيدي من اللي انا عملته معاكي. وبعد ما خلصتها طبعا انا عاملاها من بالليل. هبدأ اللي انا اغلفها كده بستريتش او كيس تلاجة، اي حاجة المتاح عندك اعملي بيه، ما تقفيش على اي حاجة خالص. والفها كويس جدا. وبعد كده احطها في التلاجة عشان ما تاخدش اي ريحة من التلاجة طبعا. او لو عندك علبة محكمة للغلق برضو تقدري تعمليها. وبعد كده هدخلها التلاجة، وتاني يوم بقى نبدأ نعمل الوصفة. وممكن تعمليها قبلها بساعة لو انت مستعجلة، ان شاء الله هتطلع معاكي بنفس برضو الطعم بإذن الله. تاني يوم بقى هنجيب صينية. طلعتها وجبت صينية وحطيت زيت يسخن كويس جدا، لازم يبقى سخن كويس جدا. وبعد كده ابدأ انزل بالفراخ زي ما احنا شايفين مع بعض كده. عايزة اقول لكم الريحة كانت ما شاء الله اللهم بارك، كانت تجنن. وهسيبها حوالي 5 دقايق. وبعد كده ابدأ اول ما تاخد لون معايا كده ابدأ اللي انا اقلبها الناحية التانية واسيبها برضو لغاية ما تاخد لون. طبعا ايدك فيها زي ما احنا شايفين كده عشان ما تتحرقش منك وتاخد لون جميل زي ما احنا شايفين مع بعض كده.
مين لسه ما صلاش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طول ما انت واقفه في المطبخ صلي على النبي واشحني قلبك بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص كده هي اخدت معايا لون من ناحيتين، هحطها على جنب زي ما احنا شايفين كده. ومعايا هنا بصل متقطع مكعبات وطماطم وفصين من الثوم وفلفل برضو الوان. هبدأ انزل بالبصل الاول واديله تشويحة كده ياخد من التتبيلة ويدبل معايا. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بجد الطريقة سهلة وسريعة جدا، لو انت مستعجلة هتعمليها في 5 دقايق، مش هتاخد معاكي وقت خالص. انا ماشية معاكي خطوة خطوة علشان يبقى الفيديو واضح ليكي. واول ما يتبل معانا زي ما احنا شايفين مع بعض كده، هبدأ اللي انا انزل بالفلفل وهديله برضو تقليبة بسيطة جدا مش كتير زي البصل كده. وبعد كده انزل بباقي المكونات وادمجها مع بعض. هنا حطيت البصل والثوم والفلفل وهنديلهم تقليبة مع بعض كده. وبعد كده بقى تظبطي الصينية بتاعتك كده، تخلي الفراخ فوق الخلطة اللي احنا حطيناها ديت. وبعد كده التتبيلة اللي فاضت مننا، اللي نزلت من التتبيلة يعني اللي احنا تبلنا فيها الفراخ، مش هنرميها، نحط عليها ربع كوباية من المية ونحطها في الفراخ ونحطها على اصغر عين. وبعد كده هنسيبها حوالي ساعة ونص على اهدى نار خالص، نهديها جدا. وهنا بعد ما استوت معايا هنجيب فحماية كده مولعة واحط عليها نقطة من الزيت وتغطي عليها علشان تاخد طعم الشوي. بجد اللي هيدوقها مش هيصدق اصلا اللي هي معمولة كل الخطوات على البوتاجاز. حبيت اوريكم شكل التخان، ما شاء الله الشكل جميل جدا. وهنا خلاص خدت طعم الفحم وقدمتها بالشكل الجمالي اللي احنا شايفينه مع بعض ده. ايه رأيكم؟ يلا مين اللي نسي اللايك والاشتراك وكومنت جميل منكم كده عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت تعلقوا تعليق حلو عشان تشجعوني واعرف ان وصفاتي بتعجبكم. ولو عايزين اي وصفة يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات، وان شاء الله نبقى مع بعض كده قلبا وقالبا وتبقى اسرة. وهنا طبعا قدمتها مع رز وبطاطس، وبالهنا والشفا عليكم وعلينا، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة يا حلوين.